اول حاجه وانت شغال خلينا نقسم الجسم لراس والجسم كله اهو، وهنقسمه نصين، في جزء الجسم العلوي والجزء الجسم السفلي اللي هو عند الرجلين ومنطقه الوسط. بعد كده الدراعات بتنزل من عند الكتفين، ادي كتف وادي كتف، بينزل الدراع من هنا ومن هنا، وفي رقبه بقى. تعال بقى نتكلم عن حاجه. اول حاجه نتكلم عن الراس او الوش. برسمه باي شكل هندسي بعرف ارسمه، مثلا برسم مربع او برسم دايره، حسب بقى الشكل اللي انت حابب ان انت ترسمه او بتعرف ترسمه كويس. طبعا مش عاوزك تحمل على نفسك، انا عاوزك تبقى بس الرسم مجرد هوايه انت بتكتسبها، فبتظبط لك مودك، بتظبط لك يومك، مجرد شخبطات. يعني بقول لك بدل ما تقعد تشخبط كده لما يكون مودك مش تمام، لا شخبط بنظام. يعني تعال نشخبط كده وكده وكده على شكل مثلا مربع، يعني نشخبط كده على شكل دايره. بعد كده الشكل الهندسي ده هو اللي انا بتخيل الوش اخد الشكل ده. يعني واحد مثلا شكله مربع، بعمل علامات زائد في النص زي ما قلناها كتير قبل كده. الخط اللي بالعرض برسم عليه العينين، لو انا رسمته باي شخبطات هيبان ان هو فيه عينين. طب المناخير شخبطات برضو في النص، طب البق شخبطات تحت المناخير. بدا يديني ان ده فيه شكل اهو. يعني حتى لو انا ما بعرفش ارسم واول مره اجرب ارسم، مجرد ان انا بس رسمت الملامح في مكانها الصح، حسيت ان انا في شخص وبدا يقول معايا. الودان علشان الناس بتتلخبط دايما، ارسم الودان فوق ولا تحت، ويعني بيبقى مهزوز مش عارف. وحتى في ناس بينتهي بها الحال ان هو يرسم ودن تحت كده وودن فوق، فالدنيا بتبقى عنده مش الودان وانت مغمض كده ترسمها في نفس محاذاه العينين. يعني العينين على الخط اللي بالعرض، اعمل مثلا نص دايره هنا ونص دايره هنا، وبعد كده بقى يعمل الشعر كده من غير اي مجهود ومن غير مرسم تفاصيل لكل ملامح. طلع عندي ان في شخص اهو باصص لي. نجرب برضو في الشكل الدائري ده. برسم بقى عين بتفاصيل شويه وبالحواجب طبعا. المناخير ممكن اكبرها، طبعا احنا في الكاريكاتير محظوظين جدا ان احنا بنرسم باي نسب وباي اشكال، بس ترسمها في مكانها الصح. يعني المناخير هنا بقى في مكانها الصح، يعني في نفس المكان اللي انا محدده هنا، ولكن رسمتها هنا بكيفيه تانية خالص. بعد كده ممكن نرسم البق تحتها. الودان هرسمها فوق ولا تحت، ما الخبطش نفسي، خلاص هي جنب العين. ودن هنا ودن هنا بمنتهى البساطه. ممكن نغير للراجل ده شعره ونخليه شعريتين هنا وشعريتين هنا وشكرا. تعالى كده للشكل بقى اللي احنا شخبطناهم دول، برضو ما نسيبهمش كده. علامه زائد الخط اللي بالعرض. طب في يعني مكان معين برسم فيه علامه الزائد، بحيث انها تبقى في النص او تبقى فوق شويه او تحت شويه؟ لا، احنا ممكن نرسم، انا ممكن ارسم هنا علامه الزائد. ادي الخط اللي بالطول. الخط اللي بالطول ده طبعا اللي بيقسم الوش يبقى اليمين زي الشمال. الخط اللي بالعرض ممكن انزل بيه لتحت خالص براحتي، بس هو الخط اللي بالعرض ده هو الخط اللي انا برسم عليه العينين. تعالى نرسم مثلا العينين دي على الخط اللي بالعرض. المناخير نعملها المره دي صغيره، والبق مثلا خط كده. احنا لسه ما اتكلمناش في تعبيرات الوش او اللي بيفرق ما بين الشخص الحزين والشخص اللي مبسوط او الكلام ده كله، اللي هي التعبيرات بتاعت الوش دي طبعا مهمه جدا انها توصل الفكره بشكل صحيح. بعد كده الودان في نفس محاذاه العينين. بعد كده اعمل الشعر. طبعا لكل حاجه طريقه رسم وفيها افكار كتير جدا، بس احنا بنتكلم في البدايات خالص اللي هي بتشجع الناس اللي ما بتعرفش ترسم ان هو يبدا يمسك القلم ويشتغل معانا. بعد كده علامه الزائد اللي انا عملتها الخط اللي بالعرض ده، اصبح عندي الخط اللي بالعرض تحت شويه. اذا عندي هرسم هنا العينين، ادي عين وادي عين. بقيت انا مضطر اكمل باقي الملامح في الجزء اللي تحت ده، والجزء اللي فوق ده هيبقى الراس او القوره او الجبهه. الراس من قدام يعني هتبقى كبيره، يبقى مساحه الراس من فوق اكبر من المساحه اللي تحت. المساحه اللي تحت هيبقى متجمع فيها بقى الملامح. ارسم بقى المناخير، ارسم البق، الودان مع العين على طول تحت، وادي الحواجب. بعد كده بقى الشعر. اصبح عندي شخص كده جبهته عريضه او جبهته كبيره. طيب تعالى بقى نتكلم عن موضوع الجسم. اول حاجه انا برسم ادي الراس زي ما رسمناها، وبعد كده باخد مستطيل للاخر، بحدد له ارض كده يقف عليها علشان ما يبقاش فيه رجل اطول من رجل او احس ان الشخص مايل. ممكن لو اظبط الدنيا بحيث ان انا اعمل خط بالطول كده الشخص يبقى واقف عليه، يعني يبقى واقف كده مظبوط علشان ما يميلش مني وانا مركز في التفاصيل وانا برسم باقي الحاجات. برسم مستطيل من فوق لتحت. هي فكره الجسم ان ده كل ده الجسم وده الراس. بثبتها بقى بالرقبه فوق ما بين الراس والجسم. الجسم طبعا ما بسيبوش كده، لا بقسمه نصين
جزء فوق وجزء تحت. الجزء اللي فوق اللي هو البطن والصدر، الجزء اللي تحت اللي هو الرجلين ومنطقه الوسط. ممكن اجي في النص اعمل يا اما خط كده زي ما انا عملت هنا، يا اما اكتب زي 8 كده بالعربي. يبقى كده ده الراجل ده فاتح رجله شويه عن ده. بعد كده برسم بقى القدم اللي هي مش هتنزل عن مستوى الارض اللي انا رسمته باي شكل من الاشكال، مش هتنزل خلاص يعني، فاهم؟ يبقى الرجلين واقفه على مستوى واحد. بعد كده الدراع نازل من عند الكتفين، مش طالع من عند البطن زي ما ناس كتير بتعمل. بس هي الفكره ان احنا بنفكر بشكل مختلف. تعالى بقى نعمل علامه الزائد. ممكن في الكاريكاتير ان انا بكبر الملامح جدا، يعني ممكن اكبر العين جدا وبحيث انها تخرج حتى بره الشكل الهندسي اللي انا عامله للوش عادي. المناخير ممكن اصغرها، ممكن اعمل للراجل ده شنب كبير جدا. شوف انت تبالغ بقى عادي براحتك. الودان في نفس محاذاه العينين برضو، مالكش دعوه بقى العين كبيره صغيره، انت مالكش دعوه، انت الودان جنب العين على طول. وادي الشعر. كده انا رسمت شخصيه بمنتهى البساطه جدا. عاوز بقى تزود شويه بقى في تفاصيل الملابس اللي هو لابسها، زي مثلا ياقات القميص، زي زراير القميص، الحزام اللي هو لابسه للبنطلون مثلا، جيبين للبنطلون، وفي تفاصيل كتير جدا. يعني ممكن بقى تشتغل بقى بالقلم والرصاص بقى، تخف ايدك وتعمل بقى كروهات للقميص وحركات، ظبط بقى الدنيا. دلوقتي انا عاوز ايه؟ دي الحاجات الاساسيه. طب انا عاوز بقى العب بقى شويه لعب في المسائل اللي زي دي. هاجي مثلا هرسم برضو الراس، ولكن الجسم مش هعمله بقى مستطيل من فوق لتحت، لا انا هعمله زي الجزء اللي فوق بقى هقسم بقى في جزء فوق هرسمه مثلا على شكل شبه منحرف، واكمل باقي الجسم شبه منحرف مقلوب برضو. شايف كده واضحه ولا ايه؟ كده واضحه. نفس الافكار اللي انا عملتها في دي. هعمل ايه؟ هعمل خط ما بين الرجلين دول، ادي قدم وادي قدم، والدراعات بتنزل من عند الكتفين. هي نفس الفكره، ولكن انا بس غيرت شكل الجسم، فاداني احساس بشخص تخين شويه او شخص مش رياضي شويه او عنده كرش. ممكن بقى تعمل له مثلا كوره كده في النص، فالخط اللي في النص ده ما بيبقاش خط مستقيم، لا نخليه مثلا جاي بكيرف كده شويه. جاي بكيرف كده يداني احساس ان في تدويره كده للكرش. نشتغل على الملامح. بعد كده طبعا لما تتمرن كتير وترسم كتير هتلاقي ان انت مش محتاج ان انت تعمل علامه زائد وتمشي عليها. هي بس انت في الاول علشان تظبط الدنيا، وبعد كده هتلاقي ايدك شغاله لوحدها. وادي الرقبه. او لو عاوز بقى تعمل الكتف مثلا ما يبقاش خط مستقيم كده، خليه نازل كيرف كده من عند الرقبه. دي فكره بسيطه جدا. تعال نجرب فكره تانية تكون عكس دي. ده شخص مثلا تخين او شخص مش رياضي او مش مهتم بالرياضه او قاعد على طول او كسول، فبرسمه تكوينه الجسماني بالشكل ده. طب انا عاوز بقى تكوين جسماني يبين شخص قوي، شخص مفتول العضلات، هيبقى عكس ده على طول. هعمل ايه؟ هرسم ادي الراس وادي الجسم من فوق، هقسم بقى جسم فوق وجسم تحت، هعمله زي شبه منحرف، بس هقلب بقى الضلع الصغير ده هخليه تحت. ليه؟ علشان يبقى وسط الشخص بتاعي، علشان يديني الشخص ده عريض المنكبين كده بقى اكتافه عريضه. وممكن انزل بقى بمستطيل تحت، افرق بين الرجل دي والرجل دي. بقى عندي رجلين، الدراعات بتنزل من عند من عند الكتفين. طبعا مش هينزل لازق فيهم كده، يعني هو مش لامم دراعه عليه قوي. هو طبيعه الشخص بقى اللي هو عنده كتف عريض ومجانس تحت زي ما انت شايف كده، هيبقى دراعه نازل في الهواء كده، فيديك احساس ان هو يعني مفتول العضلات وفارد دراعاته علينا. وادي الرقبه، تديله بقى الملامح بتاعت القوه بقى اللي هي المكشر كده حسب بقى طبعا الشخصيه بتاعتك وحسب الفكره بتاعتك اللي انت بترسمها، اللي انت بترسم فيها الشخصيه. عاوز بقى تزود الترابيس بتاعته فوق بحيث ان يديك احساس بالراجل ده قوي جدا. تعالى ممكن بقى نعمل الوش ما يبقاش شكل هندسي واحد، تعالى نعمله مثلا شكلين هندسيين، يعني مثلا دايره ومثلث داخلين في بعض. بس المثلث مش هسيب البوز بتاعه نازل مبوس كده، لا خليه كيرف. وهعمل برضو علامه الزائد اللي في النص. هستخدم الخط اللي بالعرض هيكون قاعده المثلث ده علشان يديني يعني تبقى الشخصيه موزونه شويه، بدل ما اقعد اعمل خطوط جديده وكده وتحس كده ان الوش مش مظبوط. ادي عين وادي عين.
على الخط اللي بالعرض. الودان في نفس ايه، نفس محاذاة العينين. المناخير ممكن اعملها بشكل مثلث بحيث انها تبقى ايه، اخده نفس الشكل بتاع الوش. وادي البق، تيجي نعمل له شفتين كده، بدل ما نعمل خط واحد هنعمل ايه، مثلثين جنب بعض وفي خط تحت. الخط اللي تحت ده اللي هو الشفه اللي تحت، بس احنا مش بنرسم الشفه اللي تحت ايه من، يعني مش بنرسمها من الاول للاخر كده. تيجي نعمل للراجل ده شعره مجعد او كيرلي يعني زي ما بيقولوا، دوائر كده صغيره. تعالى بقى نعمل هنا المساحه دي، ما بحبش اسيب مساحات فاضيه كده، فنعمل شخص وشه مستطيل وجسمه من تحت مثلا ايه زي شبه منحرف كده، ونازل مستطيل برضو. اول حاجه بقسم ما بين الرجلين، او بتعمل زي 8 كده علشان يبقى فاتح رجله شويه. بترسم بقى القدم، الدراعين جنب الدراع جنب الكتف ده، ودراع جنب الكتف ده، بس ده احنا خرجنا بره السكتش خالص، مش مشكله، المهم ان انت عرفت الفكره يعني. طيب انت في الكاريكاتير برضو متاح ان انت يا اما ترسم بقى الوسط تحت خالص، يا اما ترسمه فوق. يعني ممكن نرسم مثلا الوسط فوق بالشكل ده ونكبر ال8 دي، اصبح الراجل ده كل دي رجله، والجزء اللي فوق ده بس هو ايه، جزء نص الجسم من فوق، وادي الرقبه. وبنرسم برضو ايه، ادي علامه الزائد، وبترسم العينين جنب بعض بالنسبه للخط اللي بالعرض، الودان في نفس محاذاه العينين، الحواجب، المناخير ممكن نعملها بص، ممكن نعملها كبيره جدا، ونعمل شنب كده باين من الاجناب بحيث ان هو المناخير كبيره جدا فمغطيه على الشنب. مثلا الكتف نخليه زي كيرف كده بحيث انه ما يبقاش خط مستقيم. جرب بقى تعمل ايه الوش ده، يعني نعمله حزين مثلا، نرسم ادي عين وادي عين. طبعا العين بتبقى كوره بيضه، وفي النص النن، وادي المناخير، ادي الودان. الملامح دي كلها ما بتتحركش، ولكن حركه الحواجب والشفايف هي اللي بتديني التعبير خلينا نقول مبدئيا يعني. الودان ما بتتحركش، المناخير ما بتتحركش، ولكن البق مثلا لو انا هعمل الشخص ده حزين اعمله زي ايه، قوس كده نازل لتحت، قوس مفتوح لتحت، والحواجب تبقى زي 8. وكل ما الحواجب بتنزل على العين اكتر كل ما بيحسسك بالحزن اكتر. يعني هو كده شكله حزين، لو انا نزلت الحواجب بقت تغطت على العين اكتر بالشكل ده فالحزن زاد شويه. كل ده هيجي من تجاربك انت ولعبك بالورقه والقلم. وجرب، انا عاوزك بقى يبقى قدامك سكتش زي ده كده، وتمسك اي قلم وتشتغل. ومش لازم يكون السكتش نوع معين، او مش لازم القلم يكون نوع معين، المهم ان انت تبتدي تشتغل حتى لو بقلم جاف.